السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال وراحة بال يا رب العالمين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ كفتة الفراخ او كباب الفراخ زي ما بيقولوا في المطاعم بطريقة حلوة. وهنعمل الرز المبهر. حرفيا انا اول مرة اعمل الرز المبهر ده بجد، بس بجد طلع تحفة وطلع وهم. بدل ما ناكل رز تقليدي اللي هو رز بشعرية، رز حباية وحباية، نغير بقى. هنا مسكنا البانيه قطعناه. ده طبعا انا كنت شايله حته من هنا على حته من هنا، كل ما بجيب نص اجيب كيلو بروح شايله منه حته حتتين وبركنهم في الفريزر كده لغايه اما جمعوا لي الكميه دي اكتر من نص كيلو. وقطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده وهفرمهم. طبعا ما بفرمهاش معاكم عشان خاطر ايه؟ الحته اللي انا بصور فيها دي ما فيهاش فيشه، فانا بروح على الرخامه هناك اعملها. دي بقى العروق اللي انا بشيلها، دي العروق اللي بتبقى فيه، اللي بتبقى في الصدور. بروح افرمها وارجع لكم عشان الحته اللي انا بصور فيها دي بتريحني في التصوير، بس ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيشه. لغايه ما ربنا يسهل اخلي جوزي يعمل لي فيشه في الحته دي. طبعا انا ما بحبش العروق اللي في الحاجات دي، فبتلاقيني بشيلها، وكل ما تيجي تعملي هتظهر معاكي تشيليها معاكي عادي. جبنا بقى كده 3 بصلات صغيرين او بصلايه كبيره او بصلتين وسط اللي متاح عندك، وقرن فلفل احمر. طبعا هنا عملتهم وشطفتهم، قطعتهم بقى وحطيتهم في الكبة. انا بدي 1.5 عشان كان في واحدة تاني كانت هتبوظ، رحت مقطعة، قلت بدل ما خليها تعمل ايه، رحت مقطعة وحطها معاهم مش هيخسر. يزود حتى اللون بتاعي، يخليها حمرا ما يخليهاش بيضة. ده فلفل ايه؟ فلفل الوان اللي هو الاحمر. بعد ما ضربتهم بحبة ملح، لازم تحطي حبة الملح عشان البصل يطلع ايه؟ يطلع ميته. وانت بتتفرجي كده ما تنسيش ايه؟ تدوسي على زرار اللايك كده وانت قاعده يا حلوه انت وهي. يلا يا جميله انت وهي يا قمر، وانت بتتفرجي كده روحي حطي ايه؟ روحي حطي اللايك، مش هيخسرك حاجه يعني. والله العظيم يا بنات، والله العظيم والله العظيم، حرفيا المشاهدات بتاعتي بتقع بسبب ان مفيش تفاعل على الفيديوهات. طبعا سبتها بقى تتصفى. حطيت هنا معلقه كبيره بابريكا، تمام. وهنحط ملح وفلفل اسمر و... وتوم باودر، بصل باودر. بس كده، هي دي كل التوابل. احنا حطينا البابريكا وحطينا الفلفل الاسمر وحطينا الملح او كزبره، كزبره ناشفه. وبصل ايه؟ بصل باودر. مش هنحط توم باودر المره دي ايه على الكفته. ودي بقى حزمه بقدونس، غسلتها غسله حلوه وصفيتها وقطعتها ايه؟ تقطيعه صغننه كده. اهم حاجه التقطيع تكون صغير. طبعا الفراخ الصدور ما فيهاش دهون، فهنحط ايه معاها؟ معلقه سمنه، معلقه سمنه بلدي. دي مش سمنه بلدي. لو عندك حته ليا، يا جماله يا جماله، هي اللي هي بتبقى عايزه ليا، بس انا عشان ما عنديش ليا حطيت ايه؟ معلقه سمنه. وهنحط عليهم ايه؟ 4 معالق فيجيتار. فيجيتار عادي، عايزه تحطي حار براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. بس هو عشان يخلي الايه؟ الفراخ تمسك معاكي وما تبقاش ملزقه، وكمان بيزود الكميه. هنا بقى صفيناه كله خالص، بس برضو لازم تمسكيه كده وتدوسي عليه بايدك عشان تنزلي اي ميه فيه. بصوا بالطريقه دي كده. بس خلصنا الكميه كلها، وبدأنا ايه؟ ان احنا ندعكها في قلب بعضيها لغايه ما كل حاجه تتجانس مع بعضيها. دوت ابني بيعمل لكم ايه؟ بيقول لكم ما تنسوش اللايك. بس ندعكها كلها كده، نخلي كل حاجة تخش في قلب بعضيها كأنك بتعجني ايه؟ عجينة كده.
انا عملتها معاكم قبل كده بس ما كنتش حاطه معاها بقدونس. البقدونس بيوديها في حته تانية خالص يا جماعه. هنا خلصناها بقى كلها وحطيتها في التلاجة تستريح شويه. دي بقى الميه بتاعتها. طبعا هو بيتحط لها كاتشب بس بالنسبه ان في مقاطعه اليومين دول انا ما حطيتش كاتشب، انا حطيت معلقه صلصه. دول كانوا اخر حبه في برطمان الصلصه. في بقى غلطه انا غلطتها بس انتوا ما تغلطوش فيها. لو هتحطوا صويا صوص عليها ما تحطوش ملح. انا حطيت الاتنين طلعت حادقه مني. فانت لو هتحطي صويا صوص ما تحطيش ملح عشان ما يطلعهاش حادقه منك، وفلفل اسمر. لا مؤاخذه يا جماعه معلش، البرد خلاني عطست. كده بقى نعمل الرز المبهر. حرفيا يا جماعه كان تحفه. عجب جوزي جدا، يقول لي اقسم بالله كاني باكل رز بسمتي من طعامته وجماله. حطينا ملح وزيت مع بعض. معلش يا جماعه، حطينا زيت وسمنه مع بعض. وهنخرط بصلايه صغننه كده مش كبيره. ده بالرز البلدي العادي، الرز اللي احنا بنعمله، ولا هنجيب رز بسمتي ولا اي حاجه. هنا بقى خرطنا البصلايه وهنشوحها كده تشويحه، واول ما تتشوح معانا هنحط معاها البهارات اللي هو ورق لورا وحبهان وبابريكا، لا بتاع ده كاري، ومعلقه قرفه، وبتاع ده اللي هو المسمار ده القرنفل، وواحدة مرقة دجاج. طبعا دي انا كنت جايباها، انا مش هجيبها تاني خلاص. انا ان شاء الله اعملها لكم في البيت بطريقة حلوة وبطريقة جديدة، عشان احنا دلوقتي مش هنشتري اي توابل من بره، اي مرقة دجاج من بره، ولا فورية ولا اللي هي التانية دي المكعبات عشان المقاطعة. جبنا الرز بقى غسلناه غسلة حلوة وصفيناه، وهنديله تشويحة بقى على النار لغاية اما يتغلب بالمادة الدهنية كلها ويشكشك معانا كده. البرد عاملني خالص يا جماعة والله العظيم. ادعوا لاختك ربنا يشيل عنها. نقلبه بقى ونشوحه تشويحة حلوة كده لغاية اما يخش كله في قلب بعض. هنا بقى بعد ما شوحناه غلينا له مية وسقيناه، بس ما تزوديش المية فيه عشان ما يطلعش معجن معاكي، يطلع مفلفل كده. وسيبناه بقى كده بقى. بصوا الجمال. شايفين والله لو ينفع تشموا الريحة من التليفون قسما بالله. انا جوزي وابني جولي من بره فكروني خلصت الاكل، قالوا لي ريحتك طلعت، قلت لهم لسه بعمل في الاكل. بعدين بقى سبته بقى طبعا يستوي، عشان دي ما بتاخدش ما بتاخدش وقت في الفرن. الكفتة هي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير بتعمليها وتحطيها، واول ما تتشمع في الفرن تروحي جايبه عشان ما صورتش المقطع ده معاكم، صورته بس اتمسح، ان انت تدهنيها بميه البصل. تدهنيها كلها كده عشان تاخد طعم البصل اول ما تتشمع، وتسيبها في الفرن بقى لغايه ما تستوي. بس هقول لك اهو تاني، ما لو هتيجي تحطي صويا صوص ما تحطيش ملح، عشان الصويا صوص بتبقى حادقه، وانا نسيت الموضوع ده خالص يا جماعه والله، عشان بقالي كتير ما عملتش حاجه بالصويا صوص فنسيت. انا بقى دي عملتها بالشاليمو. انت بقى عندك مسام اللي هو بتاع السكينة ده الطويل ده اعملي بيه. ما عندكيش مسام، على اي قلم اي معلقة خشب رفيعة. انا ما كانش عندي الحاجات دي كلها. دي بقى بصلاية حمراء قطعناها شرايح بعد ما غسلناها، وهنحط عليها حبة سمان. وانا ما كانش عندي بقدونس، المفروض يتحط عليها بقدونس.
ده حبة سماق كده وما تكتريش، وحبة ملح وتدعكيها كده، وبعد ما الكفتة تخلص تروحي مطلعاها عليها رصاها عليها. بقوا عارفة يعملوها سندوتشات كده والله العظيم، ويحطوا عليها البصل ده. شايفين بقى؟ شايفين الحلاوة؟ اختكم هند ما بتعملش اي كلام، اختكم هند بتعمل عظمة، والعظمة لله وحده. امشوا ورايا بس وانتوا مش هتندموا. وانا قلت لكم على الغلطة اللي انا غلطتها عشان ما تغلطوهاش وتقولوا ده هند اللي قالت لنا. لو هتحطي صويا صوص في المية بتاعت البصل ما تحطيش ملح. لو حطيتي ملح ما تحطيش صويا صوص. شايفين؟ شايفين الحلويات؟ شايفين الشربتات؟ ايه رأيكم؟ معلش انا بصور من البلكونه عشان حتى خايفه الشحن والعيال في الشارع عامله دوشه. شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ شويه رز مبهر عجب عجب عجب. انت بتصوريش والله العظيم اول مره اعمله. ولا لا بيصور. ماشي. امشوا ورايا بس وانتم مش هتقدروا. حط ايدك كده في البتاع قدام الفيديو قدام الناس. ماشي. اللي عايزه تعمل رز مبهر هيليق على المشاوي، هيليق على عامله كفته. وكان المفروض ان انا احط انا شايف صور مش شايف كفته. صينيه للكفته، بس انا ما كانش في وقت وكانوا قاعدين جعانين. انت مش عايزه ده طبعا. لا عايزه جوزي ولد. هتصوري؟ مرات ابني طبعا مش تعالى نطلع بره عشان هي كده هتشتمنا بسبب ان احنا هنقعد نصرف فيها. ما ينفعش ان انا اقعدها اكتر من كده يعني من غير اكل. اخرنا اليوم ده في الاكل بسبب النور قعد. عارفك شايفه دول؟ حطهم لي في طبق. انا ممكن اعمل وقف عادي والنور قاطع، بس انا كنت هفرم اللحمه بتاع ده الفراخ فين ومفيش كبه، النور قاطع. شايفين الحلويات؟ شايفين الشربطات؟ اوعى وشك بقى، اوعى وشك. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله. اوعوا تنسوا اللايك 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 اللايك، فضلا وليس امرا. بحبكم كتير يا احلى اخوات. سلام.